بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. فيديو النهارده احنا هنعمل اللحمه المسلوقه، بس هنعملها بالتشويح زي ما انتم شايفين اهو. معلقه سمنه بلدي وبنشوح اللحمه عشان تاخد اللون الحلو ده هو، ونقفل المسام بتاعتها لما نيجي نسويها. طبعا انا جبت اللحمه من عند الجزار وما عملتهاش فيها اي حاجه غير ان انا حطيت معلقتين سمنه في الحله وبشوح فيها زي ما انتم شايفين اهو. شوفوا الشكل بتاعها عامل ازاي، شوفوا الجمال. طبعا وتعملوا بقى شويه فلفل اسود وشويه حبهان مدفون. فلفل اسود اهو صغيرين كده، الحبهان المدفون طبعا بيدي ريحه جميله. بصوا تاخد لون جميل كده نبتدي نقلبها. كده اللحمه بتتشوح. طبعا احنا حطينا لحمه تاني غير اللحمه الاولانيه عشان الكميه كبيره شويه. بصوا اللحمه بعد ما اتشوحت، اللحمه اللي احنا شلناها من الحله، اللحمه اتشوحت بصوا شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دي اتشوحت، بصوا اللحمه شوحناها. بصوا خدت لون وفي نفس الوقت شوحت جميله جدا زي ما انتم شايفين اهي. شلناها من الحله وحطينا غيرها عشان تعرف تتشوح كويس. دي اللحمه الثانيه طبعا تفتيح اللحمه ده بيدي اللحمه لون حلو وطعم حلو، وحتى لما تيجي تسلقيها فما تحتاجش ان انت تحطيها على الشوايه ولا اي حاجه، يا دوبك تتسلق وتقدميها لان هي شكلها حلو زي ما انتم شايفين اهي. بتعملي الخطوه دي بتريحك بعد كده ان انت ما تحطهاش في شوايه ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد كويس جدا زي ما انتم شايفين. فهنجيب بقى الميه السخنه ونحطها بقى. كده غطينا الميه السخنه كلها عشان تستوي بقى كويس. بعد كده بقى نطلعها ونقدمها لكم. دي شكل اللحمه بعد ما اتعملت كلها، ما شاء الله عليها. بعد بقى ما حمرناها قدمناها بقى كده في الطبق ده زي ما انتم شايفين. طبعا كده شكلها كأنها انت حاطاها تحت الشوايه، هي مش بتحط تحت الشوايه ولا اي حاجه. بعد ما اتسلقت شلناها من الشوربه وحطيناها في الطبق زي ما انتم شايفين. سهله جدا، خطوه بتعمليها قبل السلق بتخليكي ترتاحي وما تعمليش ولا تحطي تحت شوايه ولا تحطي اي حاجه. ديكي شايفه اللون، بصي اللون بتاعها الجميل. لا حطينا صلصه ولا حطينا توابل ولا حطينا اي حاجه.
هي بس معلقتين سمنة بلدي، شوية فلفل اسود، شوية ورق لورا مطحون مع الحبهان. وبعد كده لما تستوي بقى بنحط الملح. أرجو يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. طريقة كويسة لتشويح اللحمة قبل السلق، يديكي نتيجة جميلة زي ما انتوا شايفين كده، والشكل جميل جدا. حبايبي الغاليين، يا ريت تحطوا لي بقى اللايك بتاعي، يا رب يخليكم، لان انا بديكم اللايكات بتاعتكم بس يا خساره بقى محدش بيحط اللايكات اللي انا بحطها، او الورد اللي انا ببعته لكم، الورد الجميل اللي شكله جميل اللي زيكم. واهلا بيكم حبايبي الجداد، وشرفتوني حبايبي اللي معايا على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.